تضم حديقة الحيوان بالرباط، وهي الأكبر في المغرب العربي، 38 عينة من أسود الأطلس، وهو أكبر عدد في العالم، حيث اختفى هذا النوع من الجبال المغربية عام 1941، وأعطي اسمها لفريق كرة القدم في البلاد. بفضل جهود حديقة الحيوان، يعيش 38 أسدًا من أسد الأطلس، إناثًا وذكورًا، في ظروف مناسبة، وهم الأكثر زيارة من قبل الجمهور، حسب صحفية الإسبانية. وتقول سلمى يسلماني مديرة الحديقة الوطنية للحيوانات: يرتبط تاريخ هذا الحيوان ارتباطا وثيقا بتاريخ المملكة المغربية، لدرجة أن حكام البلاد المتعاقبين قد أولوا اهتماما خاصا بإدامة هذه السلالة المغربية التقليدية. وعاش هذا الحيوان في البرية لعدة قرون في المغرب، وقد اختفى آخر أسد أطلس من الغابات المغربية عام 1941، حيث يعيش حاليا 38 أسدا أطلس في الحديقة. وأضافت سليماني أن نخر ولادة كانت في عام 2021، وقالت سليماني إن نبل وقوة المغرب متساوون مع أسد الأطلس، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الصنف هو من أولوياتنا. وختاما، في قطر خلال المونديال، أظهر أسود الأطلس كل قوتهم، مستوحاة من قوة بلدهم وعظمة هذا الحيوان.